السلام عليكم حبايبي متابعين مطبخ قمر السيد. النهارده بقى معايا وصفة جديدة خالص. هي تعتبر اختراع من اختراعاتي، الحمد لله ما شفتهاش عند حد. جديدة يعني. وهي الفلفل حشيته لحمة مفرومة. تعالوا كده بقى نسمي او محشي الفلفل باللحمة المفرومة. تعالوا كده بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف خطواتنا ايه. جبت كده طاسة على النار، حطيت فيها كام معلقة زيت وحطيت معلقة زبدة. وحطيت كده اللحمه المفرومه، شوحتها كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. طبعا انا بعلم التست بتاعها، معلقه الزبده الزبده ديت، الزبده بتاعتي بدل انها زبده فلاحي، في زبده جاموسي يعني بمعنى اصح. ومسكتها شوحتها كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين لحد ما لونها كده اتغير كده معايا كده، وبدات تاخد التعصيج. نزلت عليها كده بالبصل وهفرشه كده فوق الوش كده واسيبه، واغطي عليه لحد ما ما يستوي مع بعض شويه كده، دبل كده بالشكل زي ما انتم شايفين كده. هنا كده كان دبل، وقلبته كده وهتاكد بس كده ان هو يعني بدأ ياخد معايا نص سوا. نزلت عليه كده بطماطمية وقرن فلفل متقطع، كانش عندي في اللحظة دي وفلفل ألوان عشان أحطه. نزلت كده بنص معلقة ملح، نص معلقة فلفل أسود، معلقة 7 بهارات، بس نص معلقة يعني معلقة صغيرة. ونزلت كده عليها بقى بعد ما اتشوحت شوية، نزلت عليها بكوباية مية عشان تستوي تكمل سواها وتبقى واخدة معايا السوا التمام. وسبتها كده سبتها كده لما تشرب كوبايه الميه ارجع لها تاني. هنا بقى في الوقت ده كده كنت جبت الفلفل بتاعي، مسكته كده قطعت كده من قدام وورا كده، خليت الفلفل اكنه عامل زي زي البطاطسايه المتقوره بس مفتوح من ورا وقدام زي ما انتوا كده شايفين بالشكل ده كده. خليته كده بشكل حلو كده. والله يا جماعه الطريقه ديت انا لسه عاملاها جديده خالص، والحمد لله الحمد لله ادتني نتيجه كويسه جدا ومرضيه. طعمها جميل وممكن تحطها في العزايم، ممكن تحطها كده بتبقى طبق شكله شيك وجميل قوي. بس انا لما جيت عملت اللحمه هنا حطيت لها كده معلقه دقيق علشان تبقى معايا ماسكه نفسها وهي في الفلفل ما تطلعش بره الفلفل، لان انا فاتحه الفلفل من ورا وقدام. فانا فكرت قلت احط لها معلقه دقيق كده تمسك في بعضها. وطبعا انا طبعا اللي كنت نفسي احط لها بطاطس وجزر مبشور، بس الوقت كان معايا كان مسحوم وعملتها على كده. هنا بقول لكم اهوت هنا كده اللي عسكتها خلاص اهوت يعني هي كانت لسه سخنه معايا. فبعبي كده بمعلقه الشاي كده زي ما انتم شايفين كده على ما تبرد معايا شويه، وبعد كده اعبي بايدي. بعبي كده زي ما انتم شايفين كده يعني وهي بقى متماسكه، معلقه الدقيقه تخلي اللحمه متماسكه ببعضها، ما تفكش ولا تطلع من قرن الفلفل. عبيتها كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. ما خدتش معايا حاجه هوا، كانت خلصانه. طبعا كده هنا كده انا بشتغل معاكم بهدوء علشان خاطر بس تشوف الطريقه. طبعا انا حاطه ايدي من تحت سد الفلفل، بس هو صفف على بعضه اللحمه علشان خاطر اللحمه انا حاطه لها معلقه دقيق. عبيتهم بقى خلاص وخلصتهم. وهنا كده كنت انا عامله فرخه بلدي وبعمل لها حشوه بالبرغل والرز، جامعه بين البرغل والرز، ما عنديش لا كبد ولا قوانص ولا عندي لحمه مفرومه. الحته بتاعت التشويح الرز والكبد مع البرغل راحت مني، لكن انا هقول لكم عليها. انا جبت البرغل نقعته حوالي 10 دقايق بالميه المغليه، كوبايه ميه مغليه يعني كوبايه ميه كوبايه برغل. ونقعتها، وبعد ما نقعتها كانت هي شربت ميتها، جبت معلقه زبده وشوحت فيها البرغل، وحطيت عليها الرز وشوحتها، وحطيت لها بصلايه وطماطميه وسويتهم نص سوا. حطيت لهم نص كوبايه ميه، انا كنت حاطه كوبايه رز، حطيت نص كوبايه ميه، انا كان معايا البرغل كان خلاص. ممكن اعملها معاكم مره تانية. وجيت كده على الفلفل بقى، انا عايزه اشرح في طريقه الفلفل. الفلفل بقى انا كنت جايباه اهو زي ما انتم شايفين، ورصيته قرن جنب قرن. جيت كده جبت معلقه زبده ومعلقتين زيت ونزلت بيهم كده. طبعا ما خليتش الزيت ياخد ودي معاه، لان انا بالزبده على طول عشان خاطر ما ياخدش ريحه القلي. نزلت كده بقى جبت معلقه صلصه وحطيت عليها معلقتين صويا صوص، وحطيت نص معلقه فلفل اسود، معلقه صغيره. وحطيت الملح بتاعه، وحطيت نص معلقه بابريكا. ونزلت عليه كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وزودت شويه صويا صوص، لقيت اللون معايا مش مدي الغمقان، مدي على صلصه، فزودت شويه صويا صوص. وتعالي هنا بقى شم حبه روايح لا تتخيليه. وسبتهم كده مع بعض كده يعني قيمة 5 دقايق بس على النار، ما كترتش عن كده، على نار متوسطة عشان برضو ما يستويش مني قوي ويتهري مني قوي. جيت بقى بالفرخه بتاعتي بالحشوه اللي هي خطيره ديت، اللي هي البرغل على الرز. انا عملت ميكس بين البرغل والرز ده، حاجه بصوا روعه اللهم بارك. لا هتنسي الطعم ده وهتدعي لي عليه، حاجه كده بتديكي طعم وهم.
انا ولا حاطه لحمه ولا حاطه اي حاجه، بس ادتني خلطه جميله جدا جدا جدا. مسكت كده البرغل الاول شوحته بمعلقه زبده، وحطيت له البصلايه والطماطميه المتقطعين قطع صغيره، ونزلت عليه بنص بكوبايه الرز بتاعتي المقدار اللي انا هبقى عايزاه. يعني حاطه كوبايه برغل وكوبايه رز، كوبايه شاي يعني من هي الكوبايه العاديه بتاعتنا. ومسكتهم الاتنين كده شوحتهم لحد ما حطيت عليهم كوبايه الميه بتاعتهم اللي هي كانت تكفيهم لكوبايه الرز، وسبتهم كده يشوحوا مع بعض. وجيت حطيت جيت بقى سبتهم نص سوا، وجيت طلعتهم كده وحشيتهم بالشكل ده. عليهم بقى طعم خطير. البهارات اللي انا حطيتها هي كانت ملح ونص معلقه فلفل اسود، معلقه شاي، وحطيت الملح المعقول بتاعي، وحطيت حطيت بس معلقه مرقه دجاج بس. طبعا الفرخه انا كنت مسوكاها بالبصل والفلفل الاسود، كنت عاملاها من بالليل ومبيتها في التلاجة، وحشيتها كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. حشيت القلب الاول وبعدين حشيت جوه البطن. انا كنت فاصله الجلد عن اللحم، ومسكتها عبيتها وظبطتها بايديا كده زي ما انتم كنتوا شايفين. ومسكت الزر برضو حشيته، ومسكتها بقى كتفتها بالشكل ده. وهاجي بقى كده من ورا لقدام كده اظبطها واسويها تطلع معايا مسطره. حركه ما انت بتعمليها كده تطلع معاكي مسطره. وقفلتها كده بخلايه، جبت الخلايه كده زي ما انتم شايفين وقفلتها بيها. هي بقى عشان فرخه كبيره، الفرخه دي معايا تبقى وزنها كبير، وزن الفرخه دي تعدي 2 كيلو ونص، هي فرخه بلدي. وهمسكها بقى اقلبها كده على الظهر بتاعها. شايفين انا بعملها اكني بعمل لها مساج بالراحه مع الجلد عشان الجلد ما يتفتحش مني. وبجيب كده من ورا لقدام من قدام لورا، وامسكها كده بقى اخرمها كده بالسلاكه عشان السوا يدخل للظهر عشان هي وزنها تقيل. جيت بقى كده عملت البوكيه جرنيه بتاعي للشوربه. حطيت كده طماطم، جزر، فلفل، حطيت كام حبايه حبهان على كام حبايه قرنفل. لقيت القرن ده كده عايم على الوش، قمت جايه شايلاه. وهنا بقى كنت انا عامله لولادي طبقين ملوخيه. الملوخيه بقى سكرت بقى، احنا بقى طبق الملوخيه كده اخر السنه، وبقت عاجبه ولادي اول يومين دولت بيطلبوها مني على طول. فجيت بقى كده مسكتها غسلتها ونشفتها. كنت مبيتها ناشفه، وعملتها كده خرطتها زي ما انتم شايفين. انا بس مجرد بس ان انا يعني بشارككم بس وقتي بس. ومسكتها بقى كده، جبت طاجن على النار، حطيت كميه الميه بتاعتي، حطيت تحت منه شياطه الاول. وطبعا الطاجن الفخار ده بينقلك طعم الملوخيه خالص. وحطيت تحت منه شياطه علشان ما يتفرقعش مني. وحطيت بقى في الميه بتاعتي حطيت نص معلقه سكر، طرف كده معلقه كربوناتو عشان يحافظ لي على اللون لتاني يوم عشان ما تسودش مني. وحطيت معلقه مرقه دجاج، وحطيت ظبطت الملح بتاعي يعني، وحته توميه مفريه. التليفون بيسخن والله يا جماعه وبيحرق الفيديوهات مني، فمعلش. الطاسه بتاعتي هي حطيتها على النار، سيحت حته حطيت مقدار من الزيت على حته زبده، وطشيتها كده زي ما انتم شايفين. حبه ملوخيه كانوا وهم عيالي بقى بيشربوها في كوبايات. وسبتها كده بقى لحد ما عبيت الصينيه بتاعتي. انا حمرت الفرخه بتاعتي تحت الجريلا، والله العظيم يا جماعه مطلعاها من الشوربه سليمه، قسما بالله مطلعاها من الشوربه سليمه، ما اتفتحت ولا الهوا ولا الشوربه فيها اي حاجه غير البصل والطماطم والبوكيه جرنيه بتاعها. وحمرتها، لكن اللقطات دي اتحرقت مني. التليفون بيسخن، واكيد اللي بيصوروا عارفين الكلام ده. والفلفل بتاعي هو طلع بالشكل ده، هو كنت انا جايباه والله هو طالع، بس للاسف برضو المقطع ده كله راح مع بعضه. وانا بقى كنت عامله هنا شويه رز ببرغل، عملتهم ميكس لما عجبني الحشو، وقمت جايه عامله حبه كده ورصيت صينيتي كده. وقد ايه فلفل بقى المحشي لحمه مفرومه ده جميل ويديكي شكل جميل. واشوفكم في فيديو جديد، واجرب اكون افدتكم.